طب انت دلوقتي اشتريت مني من كلامي وقررت ان انت بقى ايه، خلاص هتشتري خوذه. اول حاجه خليك عارف ان الخوذه لازم تبقى بالظبط، ما ينفعش تبقى الخوذه بتلق. بص كده، الخوذه لازم تبقى فت بالظبط عليك. ليه؟ لان مع الهواء لما يبقى الهواء بيخبط فيك، الهواء يقعد يزق الخوذه، فلما يقعد يزق الخوذه انت هتضايق جدا وممكن تضايق دماغك. تاني حاجه ان انت تقيس الخوذه وتتاكد ان الشيب بتاعها مظبوط. احنا دماغنا بتبقى في ناس مثلا تلاقي دماغه مش عارف من فوق عامله كده عامله كده مش عارف ايه. فانت ممكن تلبس الخوذه تبقى عامله بريشر بوينت على نقطه معينه او عامله ضغط على نقطه معينه، فانت ممكن تلاقي مثلا الحته دي وجعاك. يعني انت لبست الخوذه مثلا وانت في المحل، فانت وانت لابسها هي كلها كويسه بس مضايقاك من حته معينه هنا. تبدا تفتح تبص هل هي فيها مشكله، يعني في مثلا حته حاجه زياده محطوطه في الحته دي فانت تشيلها وتجرب، ولا هي اصلا ده تصميمها وهو مش ملائم على دماغك فتبدا تشوف حاجه تانية مش تكبر المقاس. ناس كتير قوي لما بتبقى عندها بريشر بوينت في منطقه معينه بتجيب مقاس اكبر من نفس الموديل. لا، غير الموديل، هات موديل تاني وجرب شوف هو هيبقى كويس معاك ولا لا. حاجه اخيره، مفيش اي خوذه ينفع تجيبها الا لما تكون واخده دوت او اي سي اي. دي شهادات معتمده للخوذه دي ان هي عدت من المراحل بتاعه الاختبار، ان الخوذه دي ينفع تلبسها ومش هتضرك. لان الخوذ بتاعه المرور والحاجات اللي هي بتبقى ب 2 جنيه ونص دي، الحاجات دي ممكن تضرك اصلا. يعني انت لو وقعت بيها ممكن يبقى ضررها اكبر من نفعها.